مرحبا أصدقائي، كيفكن اليوم؟ إن شاء الله تكونوا بخير. جات لكم فيديو جديد وموضوع جديد. إذا جاهزين خلونا نبلش. اليوم بدنا نحكي عن موضوع الكل بيفكر فيه، سواء متزوجين أو عم جهزوا للزواج أو حتى مو ناويين بس بيحبوا يفهموا شو القصة. الزواج مو مثل ما بيصوروه بالأفلام، لا هو جنة دايمة ولا هو عذاب مستمر. الزواج هو حياة وفيه طلعات ونزلات، لحظات فرح ولحظات تعب، بس بالنهاية هو مشروع بيجمع شخصين قرروا يمشوا الطريق سوا. في ناس بتفكر إنه السر بالحب، وناس بتقول لأ بالتفاهم، وناس بتقول بالمال أو الأولاد. بس الحقيقة إنه السر مو بالشغلة وحدة، السر هو بالعادات اليومية الصغيرة يلي منعملها بدون ما نحس. يعني مثلا ممكن كلمة بسيطة تغير نهار الشريك، وممكن نظرة زعل تخرب مزاجه يومين. فالفكرة إنه التفاصيل الصغيرة هي اللي بتصنع العلاقة الكبيرة. بهالفيديو رح نحكي عن 5 عادات بسيطة بس فعالة بتخلي الزواج ناجح وسعيد، وبتخليه يستمر رغم كل شي. خلونا نبلش وحدة وحدة. العادة الأولى الحكي الدافي. التواصل هو الأساس، بس مو أي تواصل. مو الحكي وقت الزعل أو بس لما يصير شي غلط، لا، الحكي اليومي، الحكي البسيط، خصوصا وقت تحكوا عن نهاركن، عن شو حسيتوا، عن شو مضايقكن أو فرحكن. حتى لو 10 دقايق باليوم تعمل فرق كبير. لما بتضل تحكي مع شريكك بصير يعرفك أكتر، يفهمك أكتر، ويحس فيك أكتر، لأنه الصمت الطويل هو يلي بيبعد الناس عن بعضها، مو المشاكل. العادة التانية الاحترام قبل كل شي. الحب حلو بس الاحترام أهم. ممكن تحب شخص بس إذا فقدت الاحترام كل شي بينهار. الاحترام يعني ما تجرح بكلمة، ما ترفع صوتك، وما تستهزئ بالشريك قدام حدا. حتى لو كنت معصب احكي بأدب، لأنه الكلام وقت الغضب ممكن يترك أثر ما بينمسح. وتذكر دائما يلي بتحبه لازم تحترمه، مو لأنك مجبر، بل لأنه بيستاهل منك أفضل نسخة منك. العادة الثالثة المشاركة، مو المسؤولية لوحدك. الزواج مو سباق مين بيعمل أكتر، هو تعاون. مو غلط الرجل يساعد بالبيت، ولا غلط المرأة تشارك برأيها بالقرارات. الحياة أسهل لما الاثنين يشتغلوا كفريق مو كخصمين. وإذا في تعب أو ضغط حلو نحكي ونوزع الحمل سوا، لأنه إيد واحدة ما بتصفق. العادة الرابعة الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة. يمكن بالنسبة لك كلمة اشتقت لك ما لها معنى كبير، بس للطرف التاني بتساوي الدنيا وما فيها. مو لازم هدايا غالية، أحيانا فنجان قهوة الصبح أو رسالة صغيرة أو حتى بس يسلم إيديك بتخلي قلبه يبتسم. التفاصيل الصغيرة هي يلي بتحافظ على النار مولعة حتى لما الروتين يزيد. العادة الخامسة اختار الوقت الصح للحكي. أحيانا أفضل رد هو السكوت. مو كل نقاش لازم يصير وقت العصبية. إذا شريكك معصب خليه يهدى شوي وبعدين احكوا بهدوء. الكلمة بوقتها مثل الدواء، وإذا راحت بوقت الغلط بتتحول لسم. الذكاء بالعلاقة مو إنك تربح النقاش، الذكاء إنك تحافظ على العلاقة. الزواج مو عقد ورقة ولا صورة حلوة على السوشيال ميديا. الزواج هو وعد، وعد إنك تضل حتى وقت التاني بيتعب، وعد إنك تكون السند مو القاضي، وعد إنك تسمع حتى لما الكلمة توجع، وعد إنك تختار شريكك كل يوم مو بس أول يوم. وإذا قدرنا نعيش بهالنية، نغلط ونتعلم ونرجع نحب بعد كل زعل، فصدقوني ما في شي بالدنيا بيكسر هالعلاقة. بالنهاية يا جماعة، الزواج الناجح مو حلم صعب، هو قرار يومي، قرار إنه نكون طيبين، نفهم ونتعلم من بعض. جربوا تطبقوا هال5 عادات وراقبوا كيف علاقتكم رح تتغير للأحسن. اكتبولي بالتعليقات شو أكتر عادة بتشوفوها مهمة بحياتكم الزوجية، وإذا بتحبوا نعمل بارت 2 لهذا الفيديو لأهم عادات للزواج الناجح اكتبولي بالتعليقات. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو، بتمنى ينال إعجابكم. لا تنسوا اللايك والاشتراك وتعليقات حلوة مثلكم، وانتظروني بفيديو جديد أقوى وأحلى. بحبكم.